بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناة زملكاوي. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. النهاردة عندنا فيديو مهم جدا، فياريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. المواضيع اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة هي شوبير ينصح الزمالك بتقسيط غرامة كهرباء، طمع المتمرد، بلاش المدرب بسيريو. السلام عليكم. شوبير بيتقدم باقتراح لحل أزمة كهرباء. اقترح أحمد شوبير تواصل إدارتي الزمالك والأهلي من أجل حل أزمة عدم دفع الهارب محمود كهرباء المبلغ المستحق عليه لصالح الزمالك. وقال شوبير في تصريحات إذاعية: كهرباء سيلعب مع الأهلي حتى نهاية هذا الموسم، وأنا اقترحت وتعرضت للهجوم، وأنا لا يوجد عندي مانع من التعرض للهجوم مرة أخرى، والمانع من تواصل إدارة النادي للتفاوض. التفاوض ينجح كل شيء. لو في عرض لتقسيط بشكل محترم يتضمن حق الزمالك، أنا لو من الإدارة سأوافق، لأنه منذ 4 سنوات لا أستطيع أن أتحصل على الأموال. دعك من فكرة أن الأموال كلما تأخرت تزيد، لأنه على الجانب الآخر الأسعار تزيد أيضا. أنا ما زلت عند رأيي، أنا مع العلاقات الجيدة ما بين الناديين حاليا، والزيارة التي تأجلت من إدارة الأهلي لنادي الزمالك بسبب مرض العمري فاروق ستتم قريبا إن شاء الله. الأمور تكون أفضل. ولو المنتمين للزمالك والأهلي منزعجين مني لا يهم، هي وجهات نظر. أنا عايز أعلق بس على نقطة مهمة جدا، وهي إن أحمد شوبير قال الأسعار هتزيد. أسعار إيه اللي هتزيد؟ هو احنا هناخد فلوس بتاع كهرباء دي وهنروح نشتري بيها شوية زيت ولا هنشتري بيها سكر؟ اعتقد ان انت لازم يكون كلامك يحترم الجمهور اكتر من كده، ويكون كلامك يكون عقلاني. وقال كمان شوبير بيطلب حاجة مهمة جدا، بيطلب ان الزمالك يتنازل عن حقوقه علشان يعمل علاقات طيبة مع النادي الاهلي. من الذي يسعى لإصلاح العلاقات؟ من الذي سرق نادي القرن الذي لا يستحقها؟ من النادي الذي يعمل كباري؟ من النادي الذي يفاوض اللاعبين في وقت ممنوع فيه التفاوض؟ من النادي الذي يدمر أي منافس في أي لعبة؟ من النادي اللي بيتخدم أكتر من المنتخب؟ الهدف من كلام شوبير هو استسلام الزمالك وإرقاع الزمالك لدعم العلاقات بين الناديين، وهذا لن يحصل يا شوبير. ده بالنسبة للموضوع الأولاني. الموضوع الثاني اللي احنا هنتكلم فيه هو هاني حتحوت. هاني حتحوت قال معلومة ولكن غير موثقة عن أحمد فتوح. وقال هاني حتحوت إن في نادي سعودي عايز يشتري فتوح، وذكر إن النادي كان عارض 500 ألف دولار، ولكن الزمالك كان طالب 2 مليون دولار، وإن فتوح كان عنده شروط لا تناسب مع إمكانيات النادي السعودي. وأكد الاتفاق ما بين النادي السعودي وفتوح كان حصول اللاعب على 1,000,000 دولار، حتى وصل المبلغ إلى 2 مليون دولار، ولكن اللاعب بيرغب في المزيد. تلاحظ هنا ان هاني حتحوت عارف طلبات الزمالك وعارف طلبات اللاعب، ولكنه لم يذكر اسم النادي. كانت غريبة جدا. وكمان يتكلم على الشروط ولكنه برضه لم يذكر اسم النادي. اللي حصل ايه بالظبط انا هشرحه. العرض اللي وصل من نادي الزمالك هو من فريق اسمه أحد السعودي وليس الاتفاق السعودي، وكان العرض ده ب 500 ألف دولار، ولكن الزمالك طبعا طلب 2 مليون دولار. الزمالك طلب مبلغ مبالغ فيه، ولكن الهدف هو الوصول لأعلى سعر من بيع فتوح. ولكن لو الزمالك خد 1,000,000 من بيع فتوح يعتبر ده كويس جدا، أو 1,200,000 ألف دولار. وفي نفس الوقت هنتخلص من فتوح ومن مشاكله اللي هي ما بتنتهيش، ونتخلص كمان من جشع وطمع فتوح. ولكن على مستوى فتوح نفسه، نادي أحد كان عارض على فتوح 1,000,000 دولار، ولكن فتوح علشان طماع وفضل يضغط وقعد يطلب في فلوس وفلوس لغاية ما وصل إلى 2 مليون دولار في 6 شهور. نادي أحد وافق على طلب فتوح، ولكن المشكلة الحقيقية إن فتوح كان طالب فلوس في الوقت الحالي، في الوقت اللي احنا فيه ده. قالوا لا ما نقدرش ندفع لك الفلوس دلوقتي، لان احنا عندنا رقابة من الاتحاد السعودي. في نفس الوقت وصل برضو بعض الرسائل التحذيرية من فتوح الى نادي أحد.
ان هو لاعب مشاغب وغير منضبط ولا يوجد به ثقة، وان هو عامل مشاكل مع نادي الزمالك. هي ديت القصة بالظبط، ان فتوح طماع وجشع. دي المشكلة الحقيقية في ان فتوح مش عايز ولا يمضي لنادي الزمالك. انا عن نفسي مش عايزه تاني عشان ما يبوظش اوضه اللبس، ولا هو عايز يمضي مع اي حد الا ما ياخد فلوس. دلوقتي بيقول لك اصلا انا عليا فلوس وعليا اقساط، ودايما يتكلم عن الموضوع ده الموضوع التاني. الموضوع التالت اللي احنا هنتكلم فيه هو طارق رضوان بيحذر الزمالك من هذا المدرب. حذر الإعلامي طارق رضوان تعاقد الزمالك مع المدرب البرتغالي بيسيريو المدرب الفني الحالي للمنتخب نيجيريا، حيث ارتبط اسم المدرب مؤخرا بإمكانية تولي تدريب فريق نادي الزمالك خلفا للكولومبي إخوان كارلوس أوسوريو. وكتب طارق رضوان عبر حسابه على الفيسبوك: طارق رضوان يحذر الزمالك من التعاقد مع مدرب منتخب نيجيريا بيسيريو. أنا كمان بتضامن مع الكابتن طارق رضوان في هذا الموضوع، لأن بيسيريو مسيرته في الفترة الأخيرة غير موفقة بالمرة. ما عملش أي نجاحات مع أي نادي ولا أي منتخب، ولا ساب أي بصمة في الفترة الأخيرة. فأنا أنا نفسي مش عايز نادي الزمالك ان هو يتعاقد مع المدرب بيسيريو، لانه هو اصله اول اخر عمل مباراتين مع نيجيريا. المباراتين خد فيهم نقطتين تعادل في المباراتات في نيجيريا وبره نيجيريا. فحتى المنتخب النيجيري نفسه ما هوش عايزه وعايزين يمشوه. فانا في رايي الشخصي ان بلاش بيسيرو. ده بالنسبة للفيديو بتاع النهاردة. فياريت تقولوا لي رأيكم في موضوع بيسيريو، وتقولوا لي في رأيكم في موضوع شوبير. هل انت موافق على تقسيط مبلغ كهرباء؟ وكمان في موضوع فتوح ان هو يتباع لنادي احد السعودي. ده يا جماعة بالنسبة للفيديو بتاع النهاردة. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تعمل لنا لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.